حد يجي يظبط لي الايربيس يا جماعه عشان بيقع. خش يا اسكندر اظبط الايربيس. بس بقى يعني ظبطه عشان خاطر بيقع على الهوا ما بعرفش اشتغل. ثواني. ممكن يا جماعه حد يجيب لي نسكافيه لو سمحتوا، لان انا هنام خلاص وعم شقوب اتاخر. نسكافيه ايه يا استاذه؟ احنا عايزين نشتغل. ايوه ومش هدلع عبال ما عم شقوب يجي. عم شقوب بنكلمه وجاي. لا مش سامعه. هو المفروض ان في حد بيتكلم. معرفش. لا انا مش سامعه. طيب مش سامعه حاجه. شكرا يا باشا، شكرا. يلا يا جماعه. طب النسكافيه لو سمحت بس. بص يا ميار، شقوب على التليفون على فكره، هو مشغول في المواصلات، فاحنا هناخد الحلقه هو معانا على التليفون. اوكي خلاص يعني يلا نبدا. يلا. طب احط الورق. بصوا انا جاهزه كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 5 4 3 2 1. مساء الخير عليكم مشاهدينا واهلا بيكم وحلقه جديده معانا. هنبدا حلقتنا معاكم حالا واحنا طبعا في انتظار عم شقوب، لكن هو اتاخر شويه ولكن هناخده معانا على التليفون. مساء الخير يا عم شقوب. عم شقوب ايه الدوشه اللي عندك دي؟ مساء الخير. طب 5 يا حبيبي دفعت وما خدتهاش. الو عم شقوب. مساء الخير يا عم شقوب، ازيك؟ ايه الدوشه اللي عندك؟ الو عم شقوب مش سامع حاجه. ما عارفه، انا بعتذر للساده المشاهدين اني اتاخرت اصلا زي ما انتم شايفين. ترى ايه عينك انت بتتلزق فيها كده ليه؟ على فكره ده اسمه تحرك. يس عيب، انت ممنوع ولادي. عيب يا اتحرك ايه؟ الله يا معلش يا ميار. ايه يا عم شقوب الدوشه والزحمه اللي انت فيها دي؟ يا ستي يا نهار انا مش سامعاك كويس يا عم شقوب. دي مجموعه من شباب الالتراس بياخدوا صوره سيلفي. شباب لطيف. جاكيت يا حبيبي، يا ابني جاكيت. طب عم شقوب عايزه اسالك، عايزه اعرف ايه انت رايك ووجهه نظرك في موضوع الزحمه ده يتحل ازاي؟ يا ستي حتى العيل على كتفي مبلول. ترى ايه يا اخويا بطلع الاجره. طلع مجرك حتى الواد بيرشح على بالي. يا ستي اللي فيه طفوله ولا اللي فيه زفت. الله معلش فلوس. حطي في كيس بلاستيك يا ستي. يا خبر يا عم شقوب. يا عم شقوب انا مش سامعه منك حاجه بقول لك. طب انت شايف ايه حل الزحمه اللي احنا بنعاني منها؟ زحمه يا واد، انت بتعملي اللقاء ما انت شايفه ان انا في تقولي لي حل. انت هل بتاخدي السبوبه؟ ايه يا واد؟ لا يا عم شقوب انا اصل انا مش سامعاك كويس، بشوف اكيد عندك حلول يعني. حلول ايه؟ انا في حل المشكله. التلفزيون يا اسطى، قدام التلفزيون. انت خلاص انت داخل علينا خلاص يا عم شقوب. عم شقوب يا خبر. عم شقوب انت رحت فين؟ الو ده واضح الاتصال اتقطع. وعامة احنا دلوقتي منتظرين عم شقوب في الاستوديو. هنروح لفاصل حالا ونرجع مرة تانية نواصل حلقتنا معاكم. القاهرة الجميلة بصخبها الرائع وكلاكساتها المنعشة ومواقفها وأتوبيساتها الراقية وسواقينها الدماغ. في الزحام يحتك المواطن بأخيه المواطن احتكاكاً شديداً يعيد روح الألفة وصلة الدم بين المصريين. في الزحام يظهر لك الملاك الأبيض الذي يقولون عليه التاكسي الأبيض بعداده المضروب وسائقه ولا بلاش. وعندما أردنا أن نحل مشكلة الزحام في القاهرة استوردنا التوك توك، ذلك المخلوق العبقري الذي انتشر في شوارع المحروسة كالجراد، يمشي جانب بعضه بعضاً ويقابل بعضه بعضاً، بل ويركب فوق بعضه بعضاً. إذا وقفت في أي مكان وقلت ذلك النداء الجهنمي توك توك، يخرج لك من البلاعة أو ينزل لك من البلكونة، المهم يكون أمامك توك توك. أما زعيم المواصلات الملقب بالميكروباص، أكثر المواصلات احتراماً لقواعد المرور والذوق العام. يا سلام عندما تنحشر فيه رابع ورا
وتسمع كاسيت يدندن بأغاني أعلام الفن الميكروباصي العريق. أما تحفة وبكورة المواصلات القاهرية مترو الأنفاق، نجد الناس تبظ منه بظاً كأنهم قطع من الصلصال تتشكل حسب مكان الركوب. الإيه؟ يخصص فيه عربات للسيدات وأخرى للرجال، فكيف إذن للتحرش أن يعيش بيننا؟ فهل سنعيش لنجد عبقرياً لم تلده ولادة يحل هذه المعضلة وتصبح القاهرة عاصمة كويسة زي ما خليق ربنا؟ شيماء توفيق لبرنامج كلام شؤوب. مشاهدينا اهلا بيكم من جديد. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفنا عم شؤوب. اهلا بيك ونورتنا يا عم شؤوب. الله يسهل لك. ايه ده؟ ايه اللي مبهدلك كده يا عم شؤوب؟ مالك متبهدل كده ليه؟ جاي من البولينج تعبان. ما بتبهدل ايه وانت ولا اكنك كنت معايا على التليفون وشايفه المرمطه اللي حصلت. وهو الاتوبيس يمرمطك كده يا عم شؤوب؟ متهور الاتوبيس ما ترباش يا حبيبتي، واحنا كمان عايزين نتربى. معلش يا عم شؤوب معلش. ده ايه اللي في ايدك ده يا عم شؤوب؟ ده قميص طلع بايدي، بشد الجاكيت من العيال بتوع الالتراس. حاجه ربنا ما يوريكي، يا ريت نعمل عنه تنويه. هو قميص اكس لارج مقاس 45 بنكي. صاحبه يجي ياخده. ده قاعد بقى من غير القميص ازاي يا عم شؤوب؟ الله اعلم زمانهم يعني. الحمد لله. لا وباقي الخمسه انا مش مسامح فيه. لا معلش. لا ما احنا ممكن لو انت كنت خدت رقم الاوتو كان ممكن نلحق نظبط لك. الاوتو ده يا الاتوبيس يا عم شؤوب. الاتوبيس يا ميار مش الاوتو. ما احنا النبي عربي يا حبيبتي. رقمه ب غين لام 315. خلاص احنا ان شاء الله نجيب لك بقيه الخمسه. لا انا لن اسمح بالمرمطه دي يا ميار تاني. معلش احنا اسفين يا عم شؤوب تعبناك يا ميار خلاص. معلش. انا خسرت في البرنامج ده اكتر ما كسبت. ولا بتصرفوا حاجه بقى. ال5 جنيه راح. وانا كل ما جالكم 5 جنيه. معلش يا عم شؤوب احنا اسفين. معلش مصرف. ما تزعلش. لا معلش لا. المره الجايه لا ان شاء الله تيجي بسرعه. لا حد من الانتاج يجيب لي عربيه توديني وتجيبني. حاضر. انا مش اقل من الاستاذ محمد متولي. حاضر. ولا اقل من الاستاذ شوقي شامخ الله يرحمه. كانت الناس دي طيب حاضر. احنا هنكلم الانتاج وهيوفر لك مكان تروح يعني حاجه توديك وتجيبك. خلاص حاجه توديني. ما تزعلش بقى يا عم شؤوب. اسكت. طب معلش بقى انا عايزاك يا عم شؤوب كده ريلاكس وتهدى كده ويعني تسمي ونبدا بقى حلقتنا. اتفضلي يا ستي. رغم اني والله ما هسامحه في ال5 جنيه. معلش مش هسامح. بما اننا اتكلمنا وعمالين نتكلم عن الزحمه والزحمه اللي انت كنت فيها دي، عايز اعرف هل عندك حلول لازمه الزحمه والمواصلات دي؟ نمشي بره. نمشي في الصحراء. نروح البوادي ونروح الصحراء وننطلق نعيش عيشه البدو. مالهم ما كانوا مبسوطين والدنيا واسعه وخلا. بس يا عم شؤوب انت عايزه نرجع لايام زمان البدو والقوافل دي رجعيه خالص يا عم شؤوب. لا رجعيه ولا ملوخيه. انتوا جيل معارض بطبعه. اي حاجه عايزين تقفوا فيها. ليه؟ المواصلات زمان كانت الواحد يرمح يمين وشمال. حتى كانت واسعه. زمان المواصلات كان ليها تاريخ المواصلات. طب كلمنا بقى عن اول وسيله مواصلات يا عم شؤوب. سالتيني في حته بتجرحني يا ميار. اول وسيله مواصلات كانت العبيد. العبيد؟ ما تستغربيش. انا بعتذر هذه اللفظه يعني العبيد. انما كانوا يجيبوا الولد عبد من دول فحم اسمر يروحوا مركبينه في محفه كده باربع ايدين. والزبون الملك بقى يروح متقرطس عليها كده وهم يروحوا رافعينه الاربعه ويمشوا بيه مسافات. طب واللي يتعب بقى يا عم شؤوب يعملوا ايه؟ اللي يتعب يروحوا مغيرين المحفه والكرسي ومقعدين الملك تاني والعبيد تمشي. لا مش قصدي على الملك، قصدي اللي يتعب من العبيد يعملوا ايه؟ انت قصدك ده كان يجرؤ حد يتعب عبد يقول كده. لا وراهم استبن كبير من العبيد يخش يقول له اجرني. يروح رافع واجرني. ده زي الكاوتش كده بتاع العربيه الاستبن يا عم شؤوب. وبعتذر برضو على اللي انت قلتيه. ليه الكاوتش اسود؟ عشان كان العبد سوري لونه اسود. انما ليه ما عملوش كاوتش ابيض؟ دي عنصريه. يعملوا كاوتشات بيضاء. وبعدين اقول لك على حاجه يا ميار. انت عندك كمان الواحد من دول لما كان مثلا سوري يحب يروح الحمام يروح ازاي الحمام يا ميار؟ يروح ازاي بقى؟ اما الملك فوق راسه هيروح ازاي؟ تلاقيه فجاه ابتسم ابتسامه اشراقه كده وربنا صرفها. طبعا مش هقول ما كانوش بقى بيملوا له التانك. لا هم كانوا بيفرغوا التانك. انما يملوه ليه؟
وبعدين كان كل مسافة 100 متر في محطات للعبيد للصرف. وبعد كده يتحرك الركب تاني، يعني لغاية لما ظهر بعد فترة كده ميكانيكي العبيد، سموه الدكتور اللي هو حاليا يعني. إنما كان يشوف العبد ركبه ملا، يربط له شاشة، حاجة كده يعني. طب ايه يا عم شقوب وسيله المواصلات التانية اللي ظهرت بعد موضوع العبيد ده؟ استخدام البحر والنهر. جات الفكرة لما العيال بينزلوا يستحموا، يجيبوا فرع شجرة يقعدوا يلعبوا عليه ويركبوا كده. فجات الفكرة قال لك ما نركب له شراع، راحوا مركبين شراع للفرع. ومن هنا ظهرت فكرة السفن اللي بدأت ما شاء الله بتمشي في كل حتة، حتى في الفضاء في سفن. اكيد يا عم شقوب مش هننسى سفينه الصحراء. لا، سفينة الصحراء ايه، في قبلها. ده موضوع طويل، عايز نربع رجلينا وكوباية شاي ولا أيوة. كوباية شاي ولا حاجة يا اخوانا هنحكي. كان يا مكان في سالف العصر والأوان كان في إنسان، وكان معاه مجموعة من بني الحيوان. كان منهم الديناصور. الديناصور كان الإنسان يشوف يا ميار يخاف طبعا، يترعش. تمام. وبعد كده بدأ يخاف من كل الحيوانات لغاية لما جه كائن لطيف وبدأ يقرب منه، ما يتكلمش، ركبه ما اتكلمش، وكان ده الحمار، وقال له امشي امشي. ومن هنا بقت شيء بتاعت الحمار. ايوه. الله اكبر الله. شفتي؟ وما جاتش على الحمار بس، لا ده كمان استأنسوا الخيول وبدأوا يدجنوها. يعني ايه يا عم شقوب يدجنوها؟ يدجنوها يعني يربوها في البيت زي الدواجن. ما اصل الانسان البدائي يبدو انه كان اهطل في تفكيره. كان فاكر انها بتبيض، قال لك نستفيد بيض الجديه تنزل قد كده، وبيض الديناصور ناكلها شهر. وبعد كده بدأت مرحله الجمال واستخدامها في السفر الطويل. وظهرت هنا بقى الجمل والظلم اللي حصل له. ليه؟ بقى الراجل ينزل من على ظهره يجيب القربة ويشرب ويهطل المية وما يسقهوش، مجوعه ومعطشه. هذا الكائن الجميل اللي انت قلتي عليه ايه؟ سفينة الصحراء يا عم. الله. والسنام بتاع الجمل عامل زي الشراع كده، سفينة ماشية في اهو السنام ده قالوا عليه صنم وكفروه وكفروا اللي يركبه. امال الجمل ابو صنمين يبقى ايه؟ ده متشدد قوي. ايه ده؟ ميرسي يا حماده. الشاي وصل اهو، شفت بقى؟ ده الشاي جاي بسرعه. لا هو ده التطوير اللي بتقولوا عليه في القطاع، ده جميل. هو ده التطوير يا ميرسي. كل طلباتك يا عم. خد يا حبيبي. لا من هنا، تعالى يا حماده. ميرسي. خد اروحك يا ميرسي. التطوير ظاهر، لا باين باين. ايوه. ميرسي ذوقكم. وبدأ بعد كده بقى مرحلة الحصينة يركبها الفرسان في الحروب. في الحروب. لو معاك أي حاجة اطلعي بيها عبال ما أشرب بق الشاي. طيب نروح لفاصل ونرجع مرة تانية نواصل حوارنا معاكم مع عم شقوب. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ولسه مكملين كلامنا معاكم في حلقتنا. ودلوقتي يا عم شقوب عايزين نعرف منك بقى السيارات بدأت ازاي؟ ميرسي على الشاي يا ميار. الف هنا وشفا يا عم شقوب. لا قبل السيارات يا ميار كان في الفيل. ايوه. ابو زلومه ده عارفاه؟ طبعا. الفيل ده استخدم كوسيله مواصلات. ازاي وفي بقى؟ المشهد المعروف بتاع ابراهة الاشرم اللي راح يهد الكعبه بالفيل. الفيل شاف اللي حصل لهم قال لك لا 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 والله ما اشتغل الشغلانه دي، انا اروح اشتغل بعقد في السيرك. العيال تسقف لي ويتفرجوا عليا. عجبا، لماذا برك الفيل؟ ماذا ذا الفيل يا أنيس؟ إنه يرفض النهوض والسير يا مولاي. وبعدها بقى ظهرت السيارات في شكل العربية الكرو. أيوة. اللي بيجرها البني آدم. وبعد كده ركبوها للحمار وبدأ هو يجرها ويستخدم القصة. وما زال الطقس ده موجود في الشارع. أيوة. انك بتشوفي عربية فارهة وسايقها حمار. وما زال الناس تستخدم ما تحاسب يا حمار، اوعى يا حمار. هم يعني اصل كل اللي حصل ايه يا ميار انت فاهم؟ العربيه الكرو الحمار قدام، صح؟ كل اللي حصل في العربيه الملاك الحمار بقى جوه، ما فرقتش كتير، الموضوع بسيط. وبدات بقى السيارات
اول سياره نزلت مصر يا ميار كانت طبعا للملك والاسره أكيد الخديويه. طبعا. وكان وراها 4 همشجيه يجروا ورا العربيه كده. ليه بقى؟ ليه اقول لك، العربيه كان بنزينها لا 80 ولا 90، ده كان 50 45 البنزين ايامها كان كده. لما كانت تعطل ال4 الهمشجيه دول يزقوا جلالته ويوصلوه لغايه الحته اللي ما ينزلش. طبعا مش هقول احنا نسينا الدراجه البخاريه. لا، قبل الدراجه البخاريه كان في العجله، البسكليته. بدات البسكليته بعجلتين وجنزير، وبدا الواحد يمشي بيها وهو ماشي يروح وقع على ما بيقدرش يتوازن يعني. فراحوا عاملين لها ايه 3 عجلات. 3 عجلات دي للاطفال بقى. لا، والكبار. العربيه ونسوا يحطوا الكلاكس. ازاي يا عم شوقي؟ هم اخترعوا الاول العربيه وبعد كده اخترعوا الكلاكس؟ يا سلام، ما احنا عندنا كباري علويه بتتعمل ما حدش بيطلعها. ايه يعني؟ فين المشاة؟ ما فيش مشاة. لا، ده عادي بيحصل عادي. وبداوا يعملوا كان الراجل وهو سايق العربيه يطلع دماغه من البتاع. يا اسطى، يا النبي يا كابتن، ظهرك يا حاجه، عن اذنك، اوعى الزيت، اوعى الجاز، الحركات اللي لغايه لما قال لك لا كده مش هينفع. عاملين هيصه في الشارع، كل راكبين عربيات. طبعا. فقال لك لا نعمل لهم كلاكس بالمنفاخ، حاجه كده زماره، يروح رافع المنفاخ ويروح لبوا الناس اللي في الشارع كله موسع، اللي يجري اللي يقع على وشه. كان مزعج. طبعا. بداوا تدريجيا عملوا لهم البتاعه زي بتاعه البزازه دي ان هي بتستخدم في العجل دلوقتي. ثم قال لك بقى لا، الفضيحه دي خالص ندخله جوه. بدا بقى بيب 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 اللي هم برضه ما بطلوش، برضه عاملين دوشه. هم بيعملوا دوشه لغايه دلوقتي، مزعجين جدا. طب والمرايات بقى يا عم شقوب؟ المرايات برضه دي قطعه حساسه في العربيه. كان زمان لما يجي يرجع لورا يخبط، يجي يلف يخبط عربيه، يخبط بني ادم، مش شايف. فقال لك لا، نعمل المرايه اللي ورا عشان يشوف. برضه بيخبط. ليه؟ لانه بيستخدم المرايه يبص على الستات. سوري يا عم، انت حاطينها لك ليه تبص. وزمان المرايه لما اخترعت ايام العربيه مخيل دي، كانوا يعملوا ايه؟ يجيبوا العبد يقعد على الحصان بالمقلوب ويمسك المرايه عشان العبد بقى يمرمطوه وكده، والراجل يشوف ورا. برضه كان بيخبط عشان بيبص على الاميره اللي في العربيه. حاجه لا. طب عايزين نعرف منك يا عم شقوب، ايه هي وسائل المواصلات العامه والشعبيه؟ الشعب كان بيتنقل ازاي في الوقت؟ الشعب الاول كان بيركب رجليه لغايه لما قال لك لا، نعمل له اتوبيسات زي ما شفت كده واللي فيها. ايوه. تلاقي الشعب كله بقى بيركبها وما تعرفيش ايد مين في رجل مين في راس مين. مكدس كده جدا. بلوبيف حكايه غريبه. وبعد كده قال لك لا، نعمل له مكان يمشي فيه لوحده. فعملوا الترمواي ابو سنجه بتاع الكهرباء ده. ايوه عارفاه، اللي كان واخد خط شبرا احمد حلمي. ما خلاص بقى ذكرى. اللي شغال دلوقتي بتاع مصر الجديده وبيفكوا الحاجات عشان يوقفوه. بس برضو بتاع اسكندريه ما زال شغال لغايه دلوقتي. لا، ده بتاع اسكندريه ده بيصيف يا ماما، ده دلع. لا اسكندريه ايه؟ لا. وبعدها بداوا يمدوا طرق الحديد دي لما اصبح القطر. القطر الجميل اللي غنى له الرائع محمد عبد الوهاب، يا بابور جميل. دلوقتي بقى تشوف القطر ما تعرفيهوش من الناس، تعرفيش ده القطر ولا حد هاجم عليك. عم شقوب اسمح لنا ان احنا نروح لمراسلنا عطا العيوطي. ايوه يا عطا معاك. ثواني يا استاذه منار، ثواني يا استاذه ميار. اسف الحمد لله انني الان بخير. يا عطا انا مش بسالك عن صحتك، انا بقول لك ايه الاخبار عندك، تقول لي اخبار الزحام ايه. يا عيوطي انت واقف في شباك اوضتكم يا حبيبي، والناس في الشارع بتقول لك عامل ايه اخبارك. الحمد لله يا حاج. ايه يا عيوطي؟ اسخن يا عيوطي.
عذرا سيد شؤوب، فهمت قصدك. أحب أن أصف لك هذه الحالة. إنني الآن داخل إحدى الحافلات المتجهة إلى حدائق القبة. الزحام شديد جدا جدا كما ترون. البابان الأمامي والخلفي أصبحا للصعود فقط. أي مواطن تسول له نفسه أن ينزل من الأتوبيس ليس أمامه سوى الشباك، هذا إن استطاع أصلا أن يصل إلى الشباك. يا سيد عيوطي، يا منبه، نعم. يا سيد عيوطي اوصف لنا الحال حواليك في الأتوبيس يا عيوطي. فهمت قصدك سيد شؤوب. سأصف لك حالة أحد المواطنين. يعني مثلا على يساري مواطن لا أعلم له شكلا، لكنه سأستضيفه على الهواء. هذا ما وجدته. ما اسمك؟ أنا أعطيك كركيري. خير. أهلا بك علي. أهلا بك أخوي. كيف حالك علي؟ حالي زي ما أنت شايف، أمي أهو مثبت بسيف وأطراف. كيف حال أولادك علي؟ حال أولادي ما يتخيرش عني تمام، محرومين برضه في الأتابيس. يا عيوطي، يا لوي، يا عيوطي، يا حبيبي، انتوا قاعدين على القهوه، انت جايب علي، اخبارك ايه يا علي؟ امك عامله ايه؟ ايه يا حبيبي؟ واضح ان عطا النهارده مش في الفورمه خالص يا عم شؤوب. لا هو والعيوطي قال لي انا سقطت يا عم شؤوب في اختبار المذيعين عشان الواسطه. اسخن يا عيوطي. اعطني فرصه، فقد وجدت صيدا ثمينا. اجد شابا بجواري يرتدي تيشيرتا ابيض ليس له ملامح، مسلوع قليلا. بلاش. أجد على يميني سيدة حسناء جدا ترتدي بنطالا جنسا يظهر جميع مفاتنها، وليست أي مفاتن والله أستاذ شؤوب. من عند الامبراطور. والله تستاهل يا عيوط. انا قلت لكم بلاش العيوط يطلع وراس الاتوبيس، ده ممسوك قبل كده مسجل اتوبيسات، ده عارفه. عفوا سيد شؤوب، لقد نلت جزاء فعلتي الشنعاء وضربت قلما شديدا. بنشكرك يا عطا، ونرجع دلوقتي نستكمل حوارنا مع عم شؤوب. طبعا مش معلش، بس احنا هنكمل كلامنا معاك، لكن هنروح دلوقتي الفاصل عشان نرجع مره ثانيه. فاصل ليه يا ميار؟ ما كفايه خلصي انا راجع. بس عشان عايزين نستقبل بس ضيفنا المخترع. معلش مش هنعطلك يا عم شؤوب، بسرعه جدا. مشاهدينا هنروح دلوقتي الفاصل، نرجع مره ثانيه نواصل ونستقبل ضيفنا المخترع الصغير. ضيف وانا موجود يا ميار، ضيف وانا موجود. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية، وبنستقبل ضيفنا المخترع الصغير اللي اخترع اختراع بيحل أزمة المواصلات وأزمة الزحمة. أهلا بيك يا سيد. أهلا بيك. اخترع استني ايه يا ميار؟ فقرة المخترع الصغير، أنا قلت شاب طفل 6 سنوات باكورة الاختراعات، إنما ده لطزانة. ده ايه ده؟ انت ايه اللي صغرك؟ أنا اسمي سيد تفاحة الصغير. طلع اسم يعني. طب عايزينك بقى يا سيد تعرفنا بنفسك وتعرف المشاهدين بنفسك. أنا اسمي المخترع العبقري سيد تفاحة الصغير. عبقري؟ لا قمة التواضع، ما شفتش مخترع. طب ايه حكاية تفاحة دي يا سيد؟ احكي لنا. دي نسبة لمخترع اسمه أينشتاين تقريبا. أنا كنت قاعد وأنا صغير تحت الشجرة، ففي تفاحة وقعت فوق دماغي. أينشتاين تقريبا؟ تقريبا مش معروف بالنسبه لك طبعا. هم قالوا لي اسمه اينشتاين. والتفاحه لما وقعت على دماغ اينشتاين تقريبا اكتشف قانون الجاذبيه. انت لما وقعت التفاحه على دماغك عملت ايه؟ كلتها. لا اسم الله اكول مخترع وبياكل. بس اكتشفت حاجه مهمه جدا، ان مفيش تفاحه تقع من على الشجره غير لما تكون استوت على الاخر، لان كان طعمها حلو قوي بصراحه. يا لالي اسم الله. خلاص يا عم شؤوب، بس عايزين نعرف. لا ده اكتشف انا ما كنتش اعرفه ان التفاحه لما تقع تبقى استوت. لا ده مخترع. معلش يا عم شؤوب. دلوقتي يا سيد عايزين نعرف منك ايه هو الاختراع بتاعك. انا اخترعت حزام امان عباره عن 7 اخرام وحديده وكبسونتين. ده انت بتضيق في الاتوبيسات، عرفتك انت بتطلع خط المرج جيزه صح؟ لا ده اخويا. انا الاختراع بتاعي ده فيه طاقه كهرومغناطيسيه.
يعني عباره عن ان انت لما تلفوا على العربيه بتبعد عنها اي وسيله مواصلات تزنق فيها، واي حد معدي جنبها لازم يبعد. طبعا. تقربي منها ازاي؟ لابسه حزام. طبعا. محدش قدها، 6 خرام وكبسونتين. الطاقه السالبه اللي بتطلع من الحزام ما بتخليش اي عربيه تخبط فيها، فبتمنع الحوادث وبتمنع الزحمه. والطاقه السالبه اللي طالعه منك بتخليني هخبط فيك يا صغير. بس هايل هايل بجد يا سيد، اختراع هايل. ربنا يخليك. انتوا ده وليه لسه مزايا بتكذبوا يا تانية ميار؟ كتير. لسه ليه؟ بتكذبوا اختراع هايل. انت بتغطي الفقره، احنا بنعبي. لا يا عم شوف، هو فعلا اختراع هايل. لا صح. ليه مزايا تانية كتير. ممكن يتقلب حزام عادي، يتلبس على البنطلون. للشباب بقى اللي مسقطه بنطلوناتها وكده، ممكن تدوس على الزرار ده بيمنع اي تحرش او اي حد يشد بنطلونك وانت ماشي في الشارع. الله الله. الله، لا دي حاجة جميل. جميلة خالص. لا الولد فعلا. مبتكر. لا مخترع. لا مخترع. موهوب بجد حقيقة. يعني. حقيقي بنحييك يا سيد، دي حاجة عظيمة. ربنا يخليك يا ربنا يخليك. طب احنا هنكمل حوار معاكم، بس معانا دلوقتي مجموعة من المداخلات التليفونية، وناخد أول اتصال ونقول ألو. دي ماما. يا حبيبي، ده نايا المخترع الصغير منور الشاشات العربية والاجتماعية كلها يا دنايا. انت فرشه فين يا حاجه؟ فرشه فين؟ ابعت لك المخترع الصغير. حبيبي ماما. يا ماما. ده انتوا عيله دي المخترع الكبير. يا ولد ايوه ماما. خلي بالك من الحزام، ابوك عايز يخرج. بعد البرنامج. الحاجه بتوصيك على حزام ابوك، ما طلعش بتاعك. لا بس اختراعي انا. يا حبيبي. ايوه طبعا. في مزايا تانية للحزام دي انا ما قلتش عليها، ان الزرار ده بيحوله حزام تخسيس بالنسبه للرجاله والستات التخان، بيعملوا ازمه برضو في المواصلات وبيعملوا ازمه في الشوارع وزحام. ده تدوس عليه بيخسس. ما تعرف ماما هي فرشه برضو، البضاعه تسلك عندها. قوم يا حبيبي عرف ماما. مخترع. وناخد اتصال تاني ونقول ألو. الو. أيوة مساء الخير. مساء الفل. الله يخليك يا حاج. أهلا. منور الدنيا والله. ربنا يخليك يا رب. منور الحاج شاوب والمخترع الصغير دي اللي عجاره. يا خليك في حالك. ربنا يكرمك يا حاج، ربنا يكرمك. وانا فرحان قوي باللي بيحصل في البلد يعني، والاحزمه جلد طبيعي ده مخترع. طبيعي. ربنا يكرمك يا رب ويكتر من جلودك يا رب. ربنا يخليك. ابوك ده ابوك؟ لا مش ده واحد من الفانس بتوعي. ده انتوا عيله فانس. تقولي ايه ده؟ انت جايب قرايبك يتصلوا بيك. وناخد اتصال تاني ونقول ألو. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخت ميار معاكي حمد بن جاسم. بريد اقول ان هالاختراع بتاع هذا الشاب المصري عجبني، وبريد اتبناه، وبريد كمان اقول له احنا ممكن نديك مصاري وايد. فما رايكم؟ انت منين يا اخ جاسم؟ والله اختي انا من دوله عربيه شقيقه. ايه؟ انا موافق يا عم جاسم. موافق؟ طبعا هيتبنى الاختراع بتاعي. موافق تفرش في دولة عربية شقيقة وما تفرش في العتبة؟ هيديني مصاري وايد. ده انت هتاخد مصاري لسه وايد. ده حزام يا سيد 7 خرم. اختراع. حديدة كبيرة. متر ونص. يتلف كده. وكانوا بيعملوا بيه ايه؟ حاجات كتير. فرعون يا سيد كان في حزام اخترعوه عشان اللي بيبيع البلد يعملوا فيه ايه؟ يضربوه. ليه كده بس يا عم شاوب؟ ايوه يا عم شاوب. الله لا اطلع يا شاوب. طب الاختراع طيب. وحياة اهلك ما انت واخد الاختراع واسيب ابوك ماشي كده. ماما يستاهل والله. مشاهدينا هنروح لفاصل، نرجع مرة تانية نواصل حوارنا معاكم. ما تجيبيش الاشكال دي تاني. بتحدى حازم امام، محمد بركات، وعمرو دياب. Here we go. الوجهه الامريكيه كلهم محطوطوا قوي 5 مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية، وبعد ما شفنا فيديو الاسبوع عايزين نعرف حضرتك هتشترك في المسابقه دي بقى يا عم شاوب ولا ايه؟ لا اشترك ايه؟ اروح اجيب جردل وادلق عليا ميه؟ ايه المفرح في الموضوع؟ وبعدين عيب اللي حصل ده. كل واحد يجيب لي جردل وزعماء وفنانين ورياضيين يجيب جردل ويدلق على نفسه. ده هلكوا مليار متر مكعب ميه يا ميار. في ناس مش لاقيه الميه. احنا بنرشد ولا بنستقبل وناخدها حلوانه في سلوانه ونقول
يدلق البتاع. طب ما تقول حريمه ما تدلقوش. صح عندك حق يا عم شقوق فعلا. عموما في نهايه انت داخله حلقتنا التحدي؟ لا ماليش في التحديات. ما نقول لا طيب احنا النهارده استمتعنا معاك جدا بحلقتنا يا عم شقوق، بنشكرك كل الشكر ليك. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا ان شاء الله بكره وحلقه جديده مع عم شقوق. نتصور بقى صوره بقى يلا يا عم شقوق للفيسبوك، يلا وارمي الحزام بتاع المخترع ده في الحون مستهلك. يلا صوره بقى للفيس. انا عملت اختراع يفيد البشريه كلها، منه حزام امان، منه حزام ناسف، منه حزام زلازل، منه حزام اطفال. انا قبلت عرضك يا اخ جاسم وبتحداك يا عم شقوق. يا حبيبي انت لسه هنا وانا قبلت التحدي.